حرتي شنو توجدي الغدا او العشاء. اجي نوريك واحد الكغاطا كيجي لذيذ بزاف، ما تشبعيش منه. مقادير ساهله وبسيطه، بالدنجال وبالروز واي نوع د الكفته كان متوفر عندك. خليك معايا. هنا كما كتشوفوا معايا عندي الكفته والبصله وشويه ديال الفلفله حمراء. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما فرست الكفته مزيان درت واحد المعلقه ديال مطيشه الحك، القزبره ناعمه، الثومه، العطريه على حسب الذوق. انا درت السكن، ندير شويه ديال القزبور يابس، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الابزار، شويه ديال الكمون وشويه ديال العطريه ديال الدجاج. نتوما ممكن ديروا اي نوع د العطريه كتعجبكم. غادي نخلي العناصر كلها تندمج ونرجع معكم. هنايا كما كتشوفوا معايا الدنجال قطعته شرائح، دوزته في المقله، يعني حمرته فيها. تدهنوا الدنجال بشويه ديال الزيت وكديروه في المقله تشويوه، اولا ديروه في البانيني اولا دخلوه الفران كما بغيتو. ممكن حتى تقليوه في الزيت. هنايا عندي مكعبات ديال البطاطا، واحد جوج حبات البطاطا قليتهم في الزيت، وهنايا واحد المكعبات ديال الدنجال حتى هما قليتهم في الزيت، ممكن ديروهم في الفران. وهنايا الرز مسلوق. هنا كما كتشوفوا معايا من بعد ما طابت ليا الكفته مع ديك البصيله والفلفله الحمراء، هنا غادي نضيف الرز على الخليط وغادي ندمجهم ونرجع معكم. هنايا خديت نص الكميه ديال الرز، سرحتها هنايا في المول ديال الكغاطا، وخديت الدنجال والبطاطا درتهم هكا على الوجه، وغادي نضيف لهم الباقي اللي بقى لي ديال الرز. هنا كما كتشوفوا معايا درت البيض مع الجبن ديال الطياب باش غنديروا له على الكغاطا على الوجه. هنايا كما كتشوفوا غطيت الوجه ديال الكغاطا بالدنجال من الوجه هكا، وغادي نضيف ديك الخليط ديال الجبن ديال الطياب مع البيض. ممكن ديروا الفرماج احمر، ممكن ديروا موتزاريلا، ممكن ديروا اي حاجه كتفضلوها. هنايا بالنسبه للكغاطا غادي ندخلو للفران يطيب، يتحمر له غير الوجه، كلشي راه طايب ونقدموه. الكغاطا من بعد ما طاب جا على هذا الشكل هكا، كنتمنى يعجبكم وتجربوه. كما كتشوفوا معايا هنايا الكغاطا ها هو من بعد ما قطعته كيجي على هذا الشكل هكا. صراحه كيجي كغاطا زوين ولذيذ، والمذاق ديالو حتى هو كيجي رائع. كنتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، والى فرصه مقبله ان شاء الله.